القصة طال عمرك، هذا رجال وزوجته وعندهم بنتين، واحدة عمرها 14 سنة واحدة عمرها 12 سنة، ورايحين مشوار من منطقة لمنطقة، وصار عليهم حادث وتوفى الأب والأم. البنتين الحقيقة جاتهم إصابات كفلهم عمهم رجال طيب عنده زوجة الله يعافينا وياكم ما تاوي، وصارت شديدة عليهم فالأوامر، والرجل طيب وبين زوجته وبين بنات أخوه الله يغفر له، ويذكرها يقول هذيلا يتامى يا وبكره بيتزوجون يروحون عند افعلي شيء معهم يذكرونك بكره اذا ربوا بناتهم وعيالهم يدعون لك، حرام عليك انك انت. فيقول انا بين حانه ومانه بين زوجتي وبين هالبنتين، يقول حاط لهم جناح ومخادمهم، وهي سبحان الله فيها نوع من الغيره ان جبت لهم هدايا، مع ان عندي عيال اجيب لعيال واجيب لهم، لكنها رافضه هالعيال. يقول يوم صارت البنت عمرها 19 الكبيره ويجي هاك الرجال ويتقدم لها ولا فيه المواصفات اللازمه، قلت يا بنتي هذا فلان جايني يبي ياخذك وانا ازكيه، وسالت عنه في صلاته وفي دينه والامور كلها تمام. قالت يا عمي، قال نعم. قالت عندي شرط. قال وشو؟ قالت انا اتزوجه بس يحط شقه جنب شقتي لاختي، ابي اختي معي. قال يا بنتي اختك في عيوني. قالت لا يا عمي انا طالبتك ما قصرت وما قمت به كثير، وحنا طال عمرك ابي اختي جنبي، انا ما اقدر اتخلى عنها. جاء الرجال اللي خاطب قال والله المرأة موافقة لكن عندها شرط. قال اشرط، اللي تبي فلوس؟ قال لا بيبي فلوس. انت بيتك وشو؟ قال انا باخذ لي شقة. قال نبيك تاخذ شقة جنب شقتك لاختها. قال انا مالي لزوم في اختها. قال انت عارف ان وضعها ابوها متوفي وامها متوفي في حادث والثنتين نموا مع بعض، والمرأة هذه ما تستغني عن اختها. قال اراود نفسي وارجع لك. قعد له 3 شهور، قام سأل قالوا المرأة طيبة تراها قالوا هو يروح ياخذ له شقتين، شقة صغيرة غرفة وصالة وشقة له وزوجته، وخلاهم جنب بعض. المرأة وافقت ودخلوا على بعض. صار الرجال الحمد لله استانس مع المرأة، إذا راح للدوام جات اختها عندها، هم جميع ويطبخون جميع، وإذا جاء الزوج رجعت الأخت لشقتها، وهكذا. إذا راح الزوج عمل ثاني ولا استراحة ولا شيء لاختها عندها، مرة ما تبي تفارق اختها كأنها لها. حتى الطبخ أحيانا الأخت تطبخ ولا شيء، تجي الأخت تقول زوجها ترى هذا طبخ أختي، تبي تقول إن حنا بعالة عليك، ترى أختي طبخت حطت السلطة هذه ترى. والزوج جزاه الله خير بعد حس إنه يعني كان مقصر، فإذا جاب هدية جاب أيضا للأخت. استمرت هالأمور سنة كاملة أو سنة ونص. يوم جاء ذاك اليوم ولا والله الزوج قال قولي لاختك تطبخ لي الأكلة الفلانية. الأخت ما أخذتها، قالت لاختها الطبخة اللي انت طبختيها هكذا الأسبوع طبخيها الزوج. يوم طبختها ودتها للرجال قال والله هذا الطبخ مو بطبخك. المرة بدأت تحس أن الرجال متغير عليها، مرة مرتين قال والله يا ليتني أخذت أختك ولا أخذتك. ولا والله الصاعقة راحت لاختها وقالت هذا ما قالت كل نفسه ما تشتهي، يمكن الرجال يحب النوعية، وترى أنت طبختك بعد ترى في شيء. ولا والله ما تدري تلقاها من اختها ولا تلقاها من زوجها. بدت الامور هذه، بدت المشاكل، بدت مدري ايش، وقام كل مره خلي اختك تطبخ لي، خلي اختك مدري ايش. ولا والله يوم عرفت ان الامور ما فيها قامت كثرت عليه قام طلقها. قال انا ما تصلحي اللي يصلح لي مثل اختك. يوم طلقها ما عنها وعن عمها، وتاخذ خيتها وتروح لعمها وتعلمها بالسالفه. قال الحمد والشكر لله اللي ما جبتي منها عيال، الحمد لله نبان على حقيقته. يوم خذ له 2 3 4 ويجي للعم ويتقدم للصغيره. قال العم يا اخوي توك مطلق اخته. قال شاوروها، هي معها قرار ومعها حق، كانها موافقه اتزوجها، مين موافقه بسلامتها. يا ابن الحلال مالك بنت عندنا. قال اقول شاوروها، ابوها متوفي وامها متوفي وانت عمها ولها قرار. يقول يوم كثر عليه كثر، لقى رجال البنت قال يا بنتي، يقول الاخت الكبيره زوجتي يبي اختك. قالت ها؟ والله ما ادري ايش، واختي رافضه، انا متاكد ان اختي رافضه. قال شاوريها، هذا من يم الله ويم الدين، احنا ما. يوم جات الاخت قالت لي شفتي هذا اللي طلقني ايش سوي؟ قالت يبيت. قالت والله يعني يمكن انت ما عرفتي له، يمكن انا اعرف له. ولا والله الطامه الكبرى يا مرة يهديت يرضيت. ولا المرة موافقه. قالت والله انا موافقه.
ولا والله ما عاد يقدرون يقولون شيء. المرأة أصيبت بحالة نفسية الزوجة كبيرة وضاق صدرها. تم الزواج بين هذا وبين البنية الصغيرة وخذها معه. هذه قاطعت اختها من الضيقة وجاتها حالة نفسية وصارت تراجع عند مركز طبي نفساني وصارت تسكر على نفس الغرفة. يطق الباب عليها عمها: يا بنتي افتحي، يا بنتي مي بهذه اخر الحياة، يا بنتي الامر سهل، يا بنتي. 4 شهور 5 شهور العم يبي حتى ما تاكل، سلت حالتها. يوم جاء ذاك اليوم تسمع عمها يبكي عند الباب: تكفين يا بنتي. يوم فتحت الباب له يصيح: يا بنتي الامر ما يصير كذا، انت عندك حياة وعندك خير وعندك. تأثر هو. قالت: يا عمي والله لا طابعك واكل معك واللي تبيه حاضر. غيرت حياتها وصارت معها وصارت امورها تمام. جاء ذاك اليوم الزوجة خفت على البنت عقب الحادثة وخفت على البنتين. قال: بنروح للامارات، عندنا رحلة حلوة للامارات ونبي تسمعنا نوسع صدرك. قالت: اهدى بروح معكم. وهي تروح معهم الامارات، وعلشان تبي يختلي بزوجته ويروح يتمشى تقول: يا عمي انا تعبانه تقعد في الفندق. واذا راح ونزلت في الحديقه ونزلت في الصاله وشربت لها كافي تراها ستيره المراه بعباتها من راسها الى رجولها، ما تشوف الا نقابها. مرت سنعه فيها خير، فعلها في اختها وصبرها على اختها. قعدت لها 3 أيام 4 أيام. يوم جاء ذاك اليوم ولا في واحد من اهل الامارات من ابو ظبي، رجال في خير وتاجر، يجي لها الفندق يتفرج ويقعد يشرب شاي، يشوف هالمرة شافها 3 مرات. سبحان الله اعجب. شاف سترها. الفنادق هذه يجي فيها ناس طال عمرك على قوت القايل كل طريقته، لكن جاز له مكانها وقعدتها وطلتها على الحديقة وفي مكان منزوي حتى يقولها تطلب بارتيشن علشان ما حد يشوفها وجهها للحديقة. راح يسأل الريسبشن، قال: هذه في أي غرفة؟ قال: هذه جاي يتم مع أهلها في الغرفة الفلانية. قال: من هم أهلها؟ قال: الرجل الفلاني. وهو يتصيد العم. يوم جاء العم ويسلم عليه قال: يا فلان، قال: أنا هاك الرجال وهاك الرجال وبيعزمكم في بيتي. قال: والله احنا جايين في رحلة سياحية. قال: بعزمك. ويعزم العم ويروح معه للبيت. ودي وعشاه وغداه ويسولف معه. قال: اللي احت الغانمة أنا أدور لي مرة ستيرة أبي أتزوجها وأنا ما عمري تزوجت وعمري هاك العمر 40 سنة أو 37 سنة، وفي بنت أشوفها في الصالة هذا وضعها وهذا وضعها، والله لا شفتها ولا كلمتها ولا عرفتها، لكن جازت لي من سترها وأبي أتزوجها علشان دينها وسترها. إنسانك تسمح لي وإنسانها مهيئة للزواج فأنا موافق. ضحك العم قال: يمكن رزق الله. قال: والله. ويقص له القصة كاملة. قال: عز الله إن هذا اللي أبي. قال: ترى المرة ثيب. قال: أنا بيها. قال: وهو يروح البنت أخوه ويدخل عليها في الغرفة. قال: يا بنتي، قال السالفة هالشكل وهالشكل، والرجال اخطبت عشان سترت، لا شافت ولا سمع منك كلام ولا صار بينك. انت كانت موافقة فتراني موافق. اللي هذه نظرته وهذا، وتراني سألت عليه بعض الرجاجين وقالوا ان الرجال راعي مسجد، لاني انا جيت وتعشيت معه وطلعت جيت للمسجد وسألت، قالوا والله انه ما يعرف المسجد. فان وافقتي فهذا خير وبركة، ما وافقتي حظت، يمكن الله اللي جايبنا لك. قالت: حظني. يوم استخارت قالت: خلي توكل على الله باذن الله، ترى من اهالي الامارات اللي معروفين. يقول: طال عمرك. قال: الله يحييك، تعال لنا في الرياض. ويرجعون للرياض ويعطيهم العنوان. يوم خد اسبوعين ويجي وشايب له: انت يا الاماراتي. ويدخل على الرجال ويدخل ويشوف النظره الشرعيه ولا على ما يبي واكثر، ويزيد تعلقه فيها، وسبحان الله ويتزوجها وياخذها مع الامارات. وما شاء الله الحين هي في الامارات وعندها خير وعيال من هالرجال هذا. ومع ذلك تواصلت وراحت وقدمت الدعوه لاختها وجابتها وحضرتها وتصالحت واختها، ما بينهم شر بس شيء في النفس. ورزقها الله رجالا من اطيب الرجاجيل، من اغناهم، وكريم خلق، كريم مال، وفتح الله عليها، وسبحان الله رزقها الله من العيال منه، وهي الحين موجوده في ابو ظبي. وهذه من القصص يا اخوان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحموا الموت. كذلك المراه اذا صارت في بيتها حتى اختها ولا شيء، ترى الغيره موجوده، الغيره بين الام وبنتها، الغيره بين الاخت واختها. تنبهوا لها الكلام، لا تفتحون عيون خلق الله عليكم. وكثير من الحريم اذا جت قامت تصور بيتها، تصور ذهبها، تصور عطوراتها، وترسل. خواتن يشوفون وعجز يشوفون ما مر عليهم الشيء هذا، يجي الحسد وتجي العين ويجي طال عمرك المصايب.
الله سبحانه وتعالى حط لنا الأسوار وحط لنا بيوت مستورة، نفضح بأنفسنا بهالجوالات ولا ندخل في بيتنا من لا يستحق أنه يدخله. احرصوا على أنفسكم وتحصنوا بالأذكار وتحصنوا بالعلوم اللي سبحان الله تقربكم من الله. لا يدخل بيتك شيطان بالذكر وبالعلم الغانم. وكذلك أرجع وأقول إذا جيت تتكلمين مع خواتك أما مطلقات ولا خواتم ما تزوجوا ولا شيء، حاولي تخففين ولا تنقلين كل معلومات بيتك وساعاته، ترى هذا من الشقاء، ممكن تشقينهم وانت ما تدرين.